السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير حبيباتي وبصحة جيدة. جيتكم بهذه التدبيرة مملحة تحتاجوها في رمضان 2025 ان شاء الله نصوموه بالصحة والهنا ان شاء الله حبيباتي. على بركة الله نوجدوا مع بعضنا لاصوص. شوفوا يا البنات، هذه لاصوص اختياري، تحبوا ديروا لاصوص طوماط فقط، تحبوا ديري هذه لاصوص بالتفصيل. لاصوص هذه تجيك هايله، تجيك حلوه وتجيك زاكيه، تجيك بزاف، يعني راح تكفيك بالاخص اذا كنتي راح ديري العائله كبيره. هنايا نبدا مع بعضنا نوجد لاصوص. عندي هنايا الكابويه، كما معروفه الكابويه انه تكون حلوه، يعني اي ديريها في اي صوص راح تحلي لك لاصوص تاعك. عندي كابويه، عندي نص راس بصل، وعندي حبه طماط حب كعبت، وعندي هنايا شويه زيت، 2 ملاعق زيت، وعندي درت ملعقه صغيره ملح. وندير هنايا لي زيبيس، عندي الفلفل العكري نتاعي هنايا عندي الحلو مخلطته مع الحار. هنايا عندي هنايا ايضا لفاح اي الفواحه، وعندي الكزبره المرحي، وعندي هنايا وريق عفوا زعتره، عندي زعتر، وعندي 2 راموش اي فلفل يابس الاحمر، وعندي هنايا ثوم مرحي. هنايا تقدري تستغني على الثوم المرحي كي ديري ثوم سنينات. وعندي هنايا مغرفه كبيره طوماط مصبره. نخلطوا جيد المكونات ونحطهم يطيبوا على النار. ندير لهم الماء 3 كيسان ماء، لانه الزروديه لازم تطيب مليح. خلوها على نار متوسطه طيب بعقلنا. نوجدوا مع بعضنا العجينه سهله وسريعه هايله، تجيكم خفيفه ما شاء الله. يعني العجينه هذه تصلح لكم تستعملوها في المملحات نتاعكم. شوفوا لي هنايا كيف غندير. هنايا درت هنايا الماء نتاعي يكون دافي فقط، فاتر ما يكونش سخون بزاف. وعندي هنايا بياض البيض. الماء هنايا ديروا كاس وربع ماء. الكاس اللي تكيلوا به هو 220. نجيبو كاس وربع ماء وبيض بيضة عفوا. الصفر راح نخلوه ندهنو به. نجيبو مغرفة كبيرة سكر ومغرفة صغيرة ملح. هنا خلطوا جيدا المكونات هذو مع بعضهم جيدا. من بعدها نبدا ندير الفرينة نتاعي. انا الفرينه يا البنات عينك ميزانك، فهمتوني؟ عفوا قبل ما ندير الفرينه هنايا ندير الزيت عندي 5 ملاعق زيت يا البنات، فهمتوني؟ 5 ملاعق زيت، ولا ديروا 4 كاس زيت، يعني 5 ملاعق ب4 كاس زيت. هنايا ونديروا الفرينه عينكم ميزانكم، فهمتوني يا البنات؟ هنا راح ندير لا ليفور الخميره الكيميائيه. نديروا مغرفه صغيره مملوءه، يعني نصف الكاس تاع الخميره، عفوا نصف الكيس عفوا نصف الكيس تاع الخميره. هنايا راني حنخلط المكونات جيدا مع بعضهم. خلطوهم جيدا. الخميره عندكم ميزانكم، لازم العجينه ما تكونش تتلاصق بزاف، فهمتوني؟ لازم تكون طريه. هنا نخلط المكونات مع بعض جيدا ومن بعدها عفوا طرت لي فارغه. هنا نخلط المكونات جيدا ومن بعدها نطرحوها في مكان العمل. كي تتلم العجينه شويه، اولا حنخلطوها بالمغرفه ومن بعدها نخلطوها بيدنا. كي تبدا تتلم العجينه تاعنا راح نخلطو باليد. شوفوا لي هنايا بعد ما حطيتها في مكان العمل، مسحت مكان العمل جيدا وحطيت العجينه في مكان العمل، راح ندلكوها دقيقتين 3 دقائق، فهمتوني؟ احنا ما يهمناش انه الدليك تاعها، هنا يهمنا انه راح نخلو العجينه كيف تولي رطبه فقط، فهمتوني؟ يعني راني كشور راني نلم فيها. شوفوا لي العجينه هنايا كيفاه نلم فيها. هنا العجينه تاعها ندلكوها دقيقتين الى 3 دقائق عفوا. ومن بعدها شوفوا لي العجينه تاعي كيف لميتها. هنايا ندير لها هكا كيف نلم فيها، وشوفوا العجينه تاعي تكون متماسكه طريه ماشي قاسيه، فهمتوني؟ هنا راح نطول يا البنات العجينه هذه ما ترتاحش من الاول، طاح طول راح نبدا نقطعها. شوفوا لي يا البنات كيف راح ندير. هنايا راح نديرها شكل على شكل طويله. من بعدها نبدا قطعتها في النصف، ومن بعدها كل نصف قطعته ل3، يعني راح تجيني 6 قطع، 6 دوائر، فهمتوني؟ هنا راح نضم على جهه ونبدا نكور. البنات باش تبداو تدوروا اولا شوفوا جبت عندي عفوا عندي الكاس فيه زبده دائبه. ديروا زبده ولا ديروا مارغرين، فهمتوني؟ وخلطت معاه الزيت.
لازم الزبده، ولا المارغرين وخلط مع الزيت. هنا راح نبدا ندور. اولا الدهن تاعي اللي حنحط فيها اللوحه نتاعي دهنتها بالزيت باش ما تلصقليش، وهنا نبدا نكور يا البنات بدون زيت، يعني بدون فرينه ولا زيت، نكوروها بيدينا فقط، سهله. بالاخص اذا ما كان العمل رطب يعني يساعدكم. هنا نخلطوها جيدا كما راه موضح امامكم. عفوا قلت لكم خلطوها عفوا. هنايا راني حنكورها جيدا دوائر. شوفوا لي كيف راني نستعمل في العجينه، تلمو العجينه مليحه، فهمتوني؟ شوفوا لي هنا راح ندورهم كامل دوائر. ومن بعد يا البنات العجينه من الاول ما خليناش ترتاح، بصح في هذه لازم ترتاح اقل شي نصف ساعه، اقل شي. يعني نقول لكم اقل شي، يعني من الاحسن انكم تخلوها ساعه ونص، ساعتين، ولا ديروها الصباح ووجدوها العشيه خدموها العشيه. يعني كل ما ترتاح كل ما راحت العجينه هذه تجيكم هايله سهله الاستعمال، فهمتوني؟ هنا راح نقص من الكوريات شويه، جاوني كبار بزاف، ونبدا نضيفهم. هنا قلت لكم راح تجي 6 كوريات. البنات هذه العجينه فيها خميره الكيميائيه فقط، ما فيهاش خميره الخبز، فهمتوني يا البنات؟ هنايا شوفوا لي كيفاش راني هنا نكور فيهم. راح نغطوهم بكيس بلاستيك ونخلوهم على جهه يرتاحوا. انا حطيت لاصوص تاعي راه طيب، وانايا جيت نوجد معكم هذه. راح اول حاجه حندهنهم بهذيك الزبده ولا الزيت نتاعي. هنا كي يخصكم الزيت تقدروا ديروا الزيت، تزيدوا الزيت. شوفوا لي هنايا كيف غندهن فيهم، لازم تدهنهم هكا. هنا الفرينه ما عندهاش العمل تاعها هو في العجينه الداخل فقط، ما عندهاش ما نديروها لا في مكان العمل نحلو بها لا في من الفوق، فهمتوني؟ شوفوا لي هنا العجينه بعد ما خليتها ترتاح ساعه كامله، قلت لكم اقل شيء تخلوها ترتاح نصف ساعه. شوفوا لي كيفاش راح تتحلي العجينه بكل بساطه. اولا البلاطو تاعي دهنته بالزيت، ومن بعدها نبدا نحل العجينه تاعي. كل ما نجي نفتحها لازم ندير لها المارغرين والزيت هذيك اللي مخلطين في الكاس، فهمتوني؟ شوفوا لي اجباري تزيدوا لا مارغرين ولا زبده صول ولا لابيل، اي نوعيه تحبوها. شوفوا لي كيفاش راني هنا نحلها بكل سهوله بلا ما تتقطع لي. ولازم يا البنات انكم تحلوها رقيق، فهمتوني؟ هنايا راح نطرحها في البلان تاعي، البنات. كل ما نطرحها في البلان تاعي راح ندهنها من الفوق شويه بهذيك لا مارغرين تاعي والزيت. هنايا شوفوا لي هنا تشوفوا كيفاش راني ندهن فيها شويه فقط ماشي بزاف. هنايا تحبوا تدهنوها بيدكم، تحبوا تدهنوها بالبانسو. هنايا راح نفتح الطبقه الثانيه. هنايا البنات نحتاج 3 طبقات مع بعضهم. هنا لازم نديروا 3 طبقات فوق بعضهم من تحت، ومن بعد 3 طبقات من الفوق، يعني الحشو راح يجي بين 3 اطباق، فهمتوني؟ شوفوا لي هنايا شوفوا كيفاش راني ندير عفوا. شوفوا لي كيفاه راني ندير، يعني كل ما نجي راح ندير طبقه لازم ندير لا مارغرين تاعي اللي مخلطه مع الزيت او الزبده اللي تخلطوها مع الزيت. هنا يا البنات هذه مملحه هايله، راح تحتاجوا هذه الوصفه، راح تجيكم مقرمشه بزاف، حتجيكم طريه وتجيكم طبقات يعني كيما تتمناوها، يعني حاجه هايله تقدروا تاكلوها مع شوربات رمضان ان شاء الله. شوفوا لي هنا راح نزدنا درنا 3 طبقات يا البنات، ومن بعد راح ندير الحشو تاعي. شوفوا لي الحشو تاعي بعد ما طاب ميكسيتو مليح بالميكسور. وهنايا شوفوا لي كيف راح نكثر الحشو تاعي. الحشو جا بنين ما شاء الله. شوفوا لي هنا راح نطرح الحشو تاعي. هنا واش راه متوفر عندكم؟ اذا متوفر عندكم الفرماج ديروا فرماج مكعبات او فرماج لابي، واش راه متوفر عندكم ديروا، فهمتوني؟ الحشو اللي متوفر عندكم ديروا، اللي تقدروا عليه ديروا، انا الحشو اختياري، فهمتوني؟ هنا راح نبدا نطرح العجينه من الفوق. شوفوا لي كيفاش راني ندير. هنا لازم العجينه تكون رقيقه، شوفوا العجينه كيفاه راها رقيقه. هنا كل ما ندير راح ندير لا مارغرين مخلطه مع الزيت نتاعي من الفوق، فهمتوني؟ راني نقول لكم نعاود، هذه عجينه بدون زبده التوريق،
عجينه بدون زبده التوريق. راح ديروها غير بالزبده، اما الصول او لابيل، اي نوعيه زبده، او المارغرين، اي نوعيه زبده عندكم متوفره. راح تجيكم هايله خفيفه بزاف وتجيكم هشوشه ومقرمشه. شوفوا لي هنا بعد ما خلصت الطبقه تاعي، هنا راح نقطعها خفيف يعني حنطلاسيها فقط. ونجيب هنايا صفار البيض. دائما نقول لكم باللي صفار البيض خلطوه يا اما مع الزيت او مع القهوه او تخلطوه مع الحليب باش ما تجيكمش الريحه تاع البيض في المملحه نتاعكم. هنا راني ندهن فيها جيدا. هنا شوفوا التزيين اختياري، عندكم زيتون اخضر قطعوا دوائر وزينوا به، عندكم الزيتون اكحل زينوا به، لكم الاختيار. عندكم السينوج، لكم الاختيار. البنات حبيت نقول لكم باللي هذه مملحه هايله سريعه التحضير، راح تعجبكم بزاف. شوفوا لي بعد ما طابت جات ما شاء الله بنينه. انا كنت مستعجله هنايا، سمحوا لي جوني ضياف مستعجله، كنت غير طابت قطعتها في ساعه، فهمتوني. هنايا شوفوا لي حبيت نشارك معكم بالنهايه تاعها كيفاش كانت، جات ما شاء الله يعني حاجه خفيفه وتنفعكم في رمضان ان شاء الله. وراح نفيدكم في فيديوهات مقبلين.